السلام عليكم. معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لكي يخسر الأهلي في ديربي النيل من نادي الهلال السوداني في السودان بهدف نظيف عن طريق غلطة محمد الشناوي. بعد ما الأهلي ما جاش في الشوط الثاني، الأهلي راح لعب الشوط الأول قايل بس كده شكرا، ألحق أروح للحاج عامر حسين، زمانه مأجل لي 7000 ماتش في الأسبوعين بتوع كأس العالم للأندية. فخلينا كده نقول كلمتين عن ماتش الاهلي والهلال. اول حاجه عايز اتكلم عليها هي نقطه التشكيل اللي النادي الاهلي ابتدى بيه المباراه. النادي الاهلي ابتدى بحسين الشحات وطاهر واحمد عبد القادر وبيرسي تاو. بغض النظر عن العناصر، انا عايز بس اقول كلمتين. هل بيرسي تاو لعب النهارده؟ لا. هل محمد طاهر لعب النهارده؟ لا. هل حسين الشحات لعب النهارده؟ لا. هل احمد عبد القادر يعتبر لعب النهارده؟ الاجابه برضو لا. هل انا يعني السؤال دوت للاهلاويه كلهم، هل الاهلاويه مستنين حاجه من وجود بيرسي تاو في النادي الاهلي؟ لا. يعني هل بيرسي تاو لما ينزل يلعب اساسي في مباراه، هل احنا مستنيين منه ان هو ينزل يسجل هدف ويخلص المباراه؟ لا. هل محمد طاهر ايه هي الافاده في وجوده 90 دقيقه وما خرجش؟ مش عارف ايه هي. يعني هل محمد طاهر برضو نفس السؤال، وجوده هل انت متاكد او عندك يقين من داخلك ان محمد طاهر هيعمل حاجه ويساهم في هدف؟ لا. ماشي، احمد عبد القادر كل ماتشين ثلاثه ممكن يفتكرك بحاجه، وكذلك حسين الشحات كل ماتشين ثلاثة هيفتكرك بحاجة. فديت نقطة سلبية في النادي الأهلي، إن العناصر ما بقتش بنفس كفاءتها في الأول. النادي الأهلي محتاج عناصر كتيرة قوي. يعني بيرسي تاو واخد مقعد أجنبي ما يستحقوش، وانت جبت برونو سافيو برضو مستغل بيه مقعد لعيب أجنبي عندك، وانت مش مستفاد منه بحاجة خالص. عندك كريستو انت جبته، انا مش عارف ايه هي اسباب استبعاده خالص. عندك احمد القندوسي، يعني ان شاء الله يتألق مع النادي الاهلي، بس هو اللاعب هتلاقيه بيحب يخترق بالكرة اكتر من العمق. وحاجة تانية، خليني اقول لك بعض النقاط السلبية في نادي الهلال السوداني. فنادي الهلال السوداني انت لو ضغطت عليه ضغط عالي، او بلاش ضغط عالي علشان انت ما تقدرش اصلا تضغط ضغط عالي في مباراة في السودان الساعة 3 العصر. فهنقول مثلا اللي انت في ماتش الهلال السوداني دوت انت كنت ممكن تضغط ضغط عالي باستحياء شوية. بس انت لو انت كنت ضغطت عالي، هي ديت النقطة السلبية اصلا في نادي الهلال السوداني، ان انت لو انت ضغطت عليه عالي هتسترجع الكورة بمنتهى السهولة من غير ما تتعب نفسك اصلا في الضغط. هم ضغط ثانيتين ثلاثة هتلاقي الكورة معاك. ودوت اللي الاهلي عمله في الشوط الاول، ولكن ما استمرش في الشوط الثاني، على عكس الشوط الثاني خالص اللي نادي الهلال مسك فيه الكورة وضغط النادي الاهلي. ونقطة سلبية كمان، ان على طول هتلاقي مساحة ما بين وسط ودفاع نادي الهلال السوداني، واللي حسين الشحات للأسف ما استغلهاش، وجات له فرصة في أول 5 دقايق ضيعها. يعني مثبت الكرة كان يخلصها على طول. ده غير ان حمدي فتحي ما بقاش متقدم هجوميا زي الماتشات اللي فاتت. ده غير كمان نقطة سلبية تانية في اللي هي علي أبو 20 حارس مرمى الهلال السوداني. لو انت ضغطت عليه اي ضغط كده، بس لو وقفت لعيب جري عليه هيشتت الكوره بمنتهى السوء. ودوت اللي كان باين في ماتش الاهلي ومنتخب مصر ومنتخب السودان في كاس العرب اللي كانت لعب في قطر قبل كاس العالم. فلو انت بس يعني لو انت بس عملت اللي انت رايح تضغط عليه ما رحتش اصلا، هتلاقيه بصلك الكرة ممكن تسجل منها اهداف. النادي الاهلي ما عملش تقريبا ولا شوطة النهاردة على المباراة ديت، نقطة سلبية تانية. ما كانش فيه حيوية ونشاط من لاعيبة النادي الاهلي. لاعيبة النادي الاهلي ما كانش في تركيزها. حتى الفرص اللي جات لك في الشوط الاول انت ما استغلتهاش، سواء جات لك فرصتين ثلاثة كده. من اهم النقط اللي في المباريات الكبيره اللي زي ديت، اللي انت تستغل الفرص اللي تجيلك، علشان انت في اخر الشوط الاول جات عليك عرضيه محمد الشناوي شالها، وجات عليك كوره مش عارف تقريبا لاعب من الهلال شاطها بره. فلو انت ما استغلتش اصلا الفرص اللي جات لك ديت، انت كنت ممكن تطلع خسران اصلا الشوط الاول 1-0 في الدقيقه 45. فانت المفروض كنت تستغل الفرص ديت، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
وحاجة تانية، كان باين قوي ان نادي الهلال السوداني بيستغل او بيعتمد على الجبهة علي معلول، الجبهة الشمال للنادي الاهلي في الهجوم. وكان باين ان هو يا دوبك بيجمع اللعبة باصتين ثلاثة وقام جاي عاكس الملعب، او لعب الكرة البينية او الكرة القطرية للاعب اللي بيبقى فاتح الخط ورا علي معلول، علشان يستغل طبعا ان احنا كلنا عارفين ان النقطة السلبية عند علي معلول هي النقطة الدفاعية. فهو كان عامل الجبهة ديت بيهاجم منها النادي الاهلي، فكان لابد من لاعب يساند علي معلول دفاعيا هنا. يعني اليو ديانج ما قربش من علي معلول، حمدي فتحي النهارده ما كانش في يومه، ولا اليو ديانج. يعتبر ما فيش ولا لاعب في النادي الاهلي النهارده كان في يومه خالص. ما فيش باصتين ثلاثه من لعيبه النادي الاهلي بتكمل على بعض، ما فيش جمل، ما فيش تحركات اصلا من اللعيبه. يعني هل طاهر محمد طاهر النهارده كان مطلوب منه ان هو يفضل ماسك الخط ما يدخلش للعمق في ولا كوره؟ هل حسين الشحات كان بيلعب؟ مش نقطة سلبية تانية، هل حسين الشحات كان بيلعب صانع ألعاب، ولا بيلعب راس حربة تاني، ولا بيلعب تالت في نص الملعب؟ هو الحقيقة حسين الشحات كان بيلعب وسط، وسط يعني لاعب وسط مهاجم وهمي، زي المهاجم الوهمي كده. ما فيش ولا حاجة حسين، ما فيش ولا كرة حسين الشحات استلمها وبص ولعب كورة شاط بعمل كرة بينية، ما فيش اي حاجة خالص حسين الشحات عملها طوال ال 60 دقيقة او 70 دقيقة اللي هو لعبهم قبل ما يخرج. فكان باين قوي ان النادي الاهلي نازل الشوط الثاني مستني ان نادي الهلال يجيب فيه جون، ودوت اللي حصل. نادي الهلال جاب فيه جون، وكان ممكن يسجل الثاني عن طريق ضربة جزاء. محمد الشناوي صلح غلط ويعتبر في الهدف الاول، اللي هو كان من فاول، اللي هي الكرة في ايد محمد الشناوي حصل له كده مرة واحدة لاج، اللي هو ثبت كده بعديها راح بعد ما الكرة دخلت. صلح غلطه وصد وشال ضربة جزاء، وكمان دخل في الاهلي هدف تسلل الحكم ما حسبوش. فالمباراة كانت ممكن تخرج من ايد النادي الاهلي وتطلع بنتيجة كارثية للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما حصلش منه ردة فعل عالية خالص طوال الماتش. النادي الاهلي محتاج عناصر كتيرة يجيبها. سمعت ان اليو ديانج احتمال يمشي نهاية الموسم دوت. ماشي، اليو ديانج في مين هو البديل بتاعه؟ ما اعتقدش ان في ولا لاعب في النادي الاهلي يقدر يعمل الدور اللي اليو ديانج بيعمله دوت خالص، لان اليو ديانج هو مركز ستة في النادي الأهلي. حمدي فتحي ولا ستة اللي هو بتاع إليو ديانج، اللي هو يبقى متمركز في قلب وسط الملعب الدفاعي عشان يستلم أي كرة أو يضغط أو يعمل أي حاجة. ولا حمدي فتحي كده، ولا مروان عطية كده، ولا كمان أحمد القندوسي اللي الأهلي اشتراه كده، ولا عمرو السولية طبعا كده. فالنادي الأهلي محتاج يجيب أكتر من صفقة، نبحبحها كده شوية ونجيب مهاجم أو جناح أو لاعب وسط. مع ان انا قلت لك ان ممكن بيرسي تاو وبرونو سافيو واليو ديانج ثلاث مقاعد ممكن يبقوا فاضيين للاهلي في نهايه الموسم. فلازم النادي الاهلي يعتمد يعني يحط النقطه ديت في دماغه، ومارسيل كولر هو اللي يختار صفقاته. وما اعتقدش ان مارسيل كولر هيجيب اي صفقات وخلاص. فزي ما انا ما قلت لك، ما كانش فيه خيارات للاهلي على الدكه يقدر ينزلها تحدث الفارق، سواء محمد شريف اللي هو ضيع كرة انفرادين في انفراد في ماتش ريال مدريد وفي ماتش فلامينجو، او حتى محمد مجدي قفشه اللي هو ناسي الكرة، اللي هو بيفتكرنا برضو كل شهرين ثلاثة كده في ماتش في جون حلو وخلاص، او محمد اشرف اللي هو لسه باك شمال. مش عارف علي معلول خرج عنده اصابه ولا لا، بس مش هو اللي هينزل يشيل الفريق ويجيب لك ويسجل لك هدف. او رامي ربيعه اللي هو نازل تقريبا برضو الاصابه من محمد هاني. فما فيش ولا عنصر من على الدكه نزل نقدر نقول ان هو دوت العنصر اللي ايه اللي يخلص الدنيا. زي ما انا ما قلتها، النادي الاهلي محتاج يجيب عناصر كتيره علشان يستغلها وتكون عناصر اعلى من مستوى الدوري المصري، علشان نطور من مستوى النادي الاهلي. لان مستوى النادي الاهلي مش هو مستوى الدوري المصري. مستوى لعيبه النادي الاهلي لازم أن تكون دوري ابطال افريقيا في الجيب، ان انت لما تروح كاس العالم للانديه زي ما احنا ما قلنا قبل كده، انت هدفك دلوقتي ان انت توصل للمباراه النهائيه وكمان تكسب كاس العالم للانديه. ونقطه كده برضو عايز اتكلم عليها في الاخر، وهي اخر نقطه معانا، هي نقطه الحكم. يعني الحكم النهارده ما كانش عارف يفض الاشتباكات ما بين لعيبه النادي الاهلي ونادي الهلال، واللي هو اصلا معروفه من قبل المباراه ان المباراه ديت بيبقى فيها تنشين في ملعب، وكل لاعب بيبقى واخد المباراه ديت على اعصابه. وبالذات في الجيل اللي احنا فيه دوت دلوقتي، مش عارف لعبنا 3 ماتشات في السعوديه في السودان، و3 ماتشات هنا في القاهره. فاللي هو باين يعني معروفة اصلا ان الديربي دوت بيبقى ديربي محتاج حكم يكون عنده شخصية عالية علشان يقدر يتعامل مع اللعيبة. فبغض النظر ان كان في اهدار وقت غير طبيعي من لعيبة نادي الهلال،
فهو الحكم معرفش ادى اصلا كام دقيقه وقت بدل ضايع. بين سبورت اصلا ما كانش كاتبه عدد الدقايق، بس هو صفر على الدقيقه الثامنه. الثمان دقايق الوقت بدل ضايع اصلا ذات نفسهم ما تلعبش منهم الا بتاع حوالي 3 دقايق على بعض. يعني لو احنا شلنا الوقت اللي لعيبه الهلال كانت واقعه فيه، هو 3 دقايق الوقت بدل ضايع. وما اعتقدش اصلا ان الشوط الثاني يتحسب له 3 دقايق وقت بدل ضايع. يعني الحكم كان على الريتم بتاع الماتش دوت، كان الشوط الثاني ممكن يحسب له تلت ساعه اصلا وقت بدل ضايع. انت شفت ماتش الاهلي وريال مدريد اتحسب فيه كام دقيقه وقت بدل ضايع؟ ولا ماتش الاهلي وفلامينجو في الشوط الثاني؟ فاللي هو الحكم كان سيء النهارده، واللي يبين لك كده ان هو مش عارف في الالتحامات الهوائيه مين اللي بيبقى عليه الخطأ ومين اللي بيبقى ليه الخطأ، وبيحسب اي التحام هوائي على مزاجه وخلاص للاعب اللي بيقع الاول تقريبا. يعني 2 لعيبه طالعين مع بعض سواء مهاجم او مدافع، اللاعب اللي مش بينط دوت بيتحسب عليه الفاول على طول يعني. اللاعب التاني نط ووقع ما يتحسب له الفاول. طب اللاعب نط ووقع بس المهاجم هو اللي كان ناطط معاه، لا الفاول للمهاجم. ففي اخر الماتش في الوقت البدل ضايع حسب فاول على طاهر. ما هو طاهر كان ناطط مع المدافع بتاع نادي الهلال، فهي فاول لطاهر، على عكس الكوره اللي كانت في الشوط الاول واللي هي كان برضو مع طاهر، اللي هو برضو حسبها على طاهر، اللي طاهر ما نطش فيها والمدافع هو اللي نط وطاهر عمل له كوبري، فهي فاول للمدافع لصالح المدافع. فيعني مش معقولة ان يبقى حكم في دوري ابطال افريقيا، او الطبيعي بقى يعني هو دوت الطبيعي اصلا بتاع حكام دوري ابطال افريقيا، واللي هو حكم موريتاني، واللي انا اصلا بحب دولة موريتانيا عموما يعني. فهو الحكم كان ضعيف الشخصية جدا جدا جدا. وخرج المباراة وخرج اللعيبة عن شعورهم وما قدرش يتعامل مع المباراة. ونقول قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله النادي الاهلي يرجع. مش عارف في ماتش في الدوري المصري كمان 3 ايام، يوم الثلاث تقريبا، مستنيين النادي الاهلي بقى يقدم. بعديها عندنا مباراة صن داونز، بعديها بقى هنشوف المعترك الافريقي والمحلي. وان شاء الله النادي الاهلي يخلص دور المجموعات دوت يعني ايه، ما يعملش معانا زي ما بيعمل كل سنة، ونخلص المباراة نخلص دور المجموعات كده بهدوء، ونوصل للمباراة النهائية وناخد البطولة ونشارك في كأس العالم للأندية تاني، علشان نحقق كأس العالم للأندية. وإن شاء الله الدوري الغايب بقاله سنتين دوت نرجعه. وبس كده، هو دوت كان كل اللي عندنا عن مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني في أولى مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشارك في كل مكان، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. بس كده، سلام.